يا جماعه يعني ده احنا ما طلعناش عايشين في الكره المحليه والله العظيم. يعني بجد بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على ماتشات في الدوري الاوروبي، ولكن اتفرجت النهارده على ماتش البايرن والريال. ايه الكوره دي يا جماعه؟ ايه الحلاوه دي؟ مباراه مجنونه من اول 40 ثانيه، حرفيا من احسن الماتشات اللي ممكن تتفرج عليها في دوري الابطال. ماتش هجومي بطريقه غير عاديه. افتتحنا المباراه بهدف لريال مدريد في اول 40 ثانيه في المباراه، والريال مدريد بتتقدم وبتعادل النتيجه كده، النتيجه تعادل عشان البايرن كان فايز بفرق هدف في مباراه الذهاب. يقوم بعدها باربع دقايق بالظبط البايرن بيتعادل وبيسجل هدف التعادل عشان الافضليه تبقى للبايرن، فبيرجع ريال مدريد ويسجل هدف التقدم عشان يعادل النتيجه تاني في الدقيقه 29 من فاول عالمي. يقوم بقى البايرن يسكت؟ لا، يروح البايرن معادل النتيجه تاني بفرق هدف وبيسجل جول في الدقيقه 37. ريال مدريد بقى تسكت؟ لا، ريال مدريد بتتقدم ثالث مره وتعادل النتيجه عشان النتيجه تبقى 3-2، ويعتبر كده الماتش تعادل لحد دلوقتي، ويخلص الشوط الاول بتقدم ريال مدريد بس هم يعتبر متعادلين، ويبدا الشوط الثاني والمباراه تمشي بنفس النتيجه لغايه اللحظه ديت، وهو طرد كامافينجا اللي من اللحظه ديت ريال مدريد يعتبر خلاص خسرت الماتش. وعشان بعدها بدقائق بسيطه البايرن بيسجل الهدف الثالث وبيعادل النتيجه 3-3، ويبقى فارق هدف عشان مباراه الذهاب. مش بس كده، وفي الدقيقه 94 البايرن بيسجل الهدف الرابع عشان تخلص مباراه بنتيجه 4-3 للبايرن في ماتش مجنون جدا جدا جدا. بجد من امتع واحلى الماتشات اتفرجت عليها يمكن من فتره كبيره جدا. وحرفيا بجد يعني احنا في الدوري المصري مش عايشين والله. الكره المحليه بجد نستنا الكره العالميه وجمال الكوره والسكسي فوتبول والحاجات دي كلها ما بقناش بنشوفها في المحليات.